أهلا بكم مشاهدينا إلى النقاش المغاربي على فرانس 24، موعدكم الأسبوعي الذي نعود فيه على أبرز القضايا المغاربية. وأبدأ بالترحيب بضيوفي، بداية الدكتور محمد تاج الدين الحسيني، الأستاذ في العلاقات الدولية والقانون الدولي، ينضم إلينا من الرباط. مع أيضا من الجزائر العاصمة السيد حسام حمزة، الأستاذ في العلوم السياسية في المدرسة العليا للعلوم السياسية في الجزائر. ومن تونس أرحب بالسيد محمد زويب، الباحث في التاريخ والعلوم السياسية. سادتي الكرام، أهلا بكم معنا على قناة فرانس 24. نبدأ هذا النقاش من الأمم المتحدة التي شهدت مرة أخرى هذا الأسبوع سجالا وتلاسنا حادا بين ممثلي المغرب والجزائر بخصوص موضوع الصحراء الغربية، وذلك خاصة بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس الجزائري في الجمعية العامة للأمم المتحدة الحديث عن خلال هذا السجال عن المضمون. كل طرف تشبث بموقفه وموقعه، ما يؤكد متكررا هذا السجال وهذا التلاسن الحاد بين ممثلي الدولتين في الأمم المتحدة. حتى عندما ننظر ربما إلى كيفية التبادل الحديث أو حتى تبادل الاتهامات، نرى فيها نبرة من الحدة تزداد مع الوقت. وأكيد أنه إصرار المغربي على رفض الشرعية الدولية يؤدي إلى مثل هذه الحالة من الحدة في الخطاب، لأنه في كل مرة يبدو بأن المغرب يلجأ دائما إلى شماعة الجزائر لكي يعلق حالة استاتيكية التي تميز ما يحصل في الصحراء الغربية. الجزائر لم تعد تتقبل مثل هذه الحالة من الاتهام المتكرر التي فيها نوع من الهروب من المسؤولية والهروب للأمام. لهذا نجد بأن الجزائر في كل مرة أصبحت تؤكد على موقفها وترد على كل الاتهامات، لأنه حتى من الناحية الواقعية لاحظي أستاذة دنيا بأنه في السنتين الأخيرتين وتقريبا منذ 2020 فيه نوع من التغير في السلوك المغربي إزاء الجزائر الذي بات فيه نوع من العدوانية، وفي بعض الأحيان حتى استدعاء لبعض الأطروحات التي فيها تهديد للأمن الجزائري. يبدو بأن الجزائر، لكن رد الفعل المغربي جاء تعقيبا على خطاب الرئيس تبون في الأمم المتحدة، وأراد ربما الممثل المغربي تصحيح بعض المغالطات من وجهة نظره كممثل عن المغرب. هو أكيد بأن المغرب سيرى بأن خطاب الرئيس تبون فيه مغالطات، لأنه أصلا الخطاب المغربي هو ضد الشرعية الدولية. يعني هل هناك متابع قانوني لما يحصل في الصحراء الغربية وجد أو يجد في كلمة الرئيس عبد المجيد تبون شيئا يناقض القرارات الأممية أو قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء الغربية؟ الرئيس الجزائري لم يقم إلا بتذكير المجتمع الدولي والمنظمة الأممية تحديدا بمسؤوليتها وبدورها وبقراراتها التي يجب أن تكون متوائمة ومنسجمة مع المبادئ التي تنادي بها بخصوص قضية الصحراء الغربية. ولم يكن في كلامه أي انحياز أو انحراف عن القرارات الأممية والشرعية الدولية. أذهب إلى السيد تاج الدين الحسيني، هل تتفهم هذه الحدة في اللهجة في الخطاب وصلت إلى درجة العدوانية؟ حاول تبرير ذلك سيد حسام حمزة من الجزائر، كيف ترد أنت سيد تاج الدين؟ هي فعلا حدة طبعت خطاب الجميع، وأعتقد أن المسؤولية في ذلك عكس ما أشار إليه ضيفكم ترتبط بهذا الموقف الصادر عن النظام الجزائري والغير مفهوم. يعني كيف يعقل في وقت تكون قد أقرت فيه أكثر من 100 دولة بأن الحكم الذاتي هو أفضل أسلوب لتسوية هذا النزاع الإقليمي، في وقت تكون قد فتحت فيه حوالي 30 دولة 30 قنصلية في كل من الداخل والعيون، في وقت يعيش فيه سكان أقاليم الصحراء في بحبوحة من العيش تحت السيادة المغربية ويمارسون كل حقوقهم بدون أي تحفظات. في هذا الوقت بالذات يأتي الرئيس الجزائري أمام الجمعية العامة ليقول بأننا بصدد مناقشة آخر مستعمرة في إفريقيا، وهو يعلم أن المغرب هو الذي حرر مجموعة بلاده بطريقة تختلف عن باقي البلدان الأخرى، لأن المغرب حصل على استقلاله على دفعات. الدفعة الأولى كانت مع اتفاقيات إكس ليبون لسنة 1956، ثم استطاع أن يسترجع فيما بعد إقليم طرفايا، ثم تقدم بطلب، وهذا من بين وسائل التغليط
التي تستعملها الدبلوماسية الجزائرية في كثير من الأحيان، وهو أن القول بوجود ملف أمام اللجنة 24 أو اللجنة الرابعة هذا يعتبر فيه أن كون المغرب مستعمر. بالعكس، المغرب هو الذي قدم طلبه عندما أسس لجنة تصفية الاستعمار سنة 1961. في 63 قدم المغرب طلبه ليضم في آن واحد كل من إقليم الصحراء وإقليم سيدي إفني الذي لم يكن قد التحق بالمغرب بعد. وفعلا كانت مفاوضات مع المستعمر السابق كما حدث بالنسبة لمجموعة الشمال. يريد أن يتفاعل معك سيد حسام حمزة. فلماذا يعني قبل اقتسامها أيضا مع موريتانيا سنة 1976؟ أعتقد بأنه هذا مناقض للواقع سيدي الكريم. ثم أصلا الملك حسن الثاني قبل بمبدأ طيب دعوه يرد عليك. أنت طرحت سؤال سيد حسام حمزة، دعوه يرد عليك بطريقة تتماشى مع أسلوبكم الدائم. نحن نعلم اليوم ويعلم هذا الجميع أن الجزائر هي اليوم تحت رقبة مؤسسة عسكرية هي التي تسير شؤونها، وهي التي تحدث عن الصحراء الغربية، لا تتحدث عن الجزائر في اتخاذ كل القرارات. بطبيعة الحال نتحدث عن مواقفكم العدوانية التي تتم أمام الجمعية العامة وفي كل مكان. لسنا بصدد الحديث عن النظام في الجزائر، نتحدث عن هذا السجال في الأمم المتحدة والصحراء الغربية تحديدا. لكن هذا النظام هو الذي يأخذ الكلمة في الجمعية العامة ليقول مثل هذه الأقاويل. وهنا السؤال هذا النظام وليس نظام آخر. وهنا السؤال، موقف الجزائر معروف منذ عقود، وموقف المغرب أيضا معروف منذ عقود. لماذا تصاعدت الحدة والعدوانية والعدائية في الخطاب والنبرة لهذه الدرجة الآن؟ هل بسبب التطورات الأخيرة؟ هل بسبب خطاب تبون في الأمم المتحدة؟ لأنه نفس الكلمات ونفس المصطلحات تستخدم من قبل الجزائر سيد تاج الدين الحسيني منذ فترة. ولكن لاحظوا المواقف الأخيرة للنظام الجزائري فيما يتعلق بالشرعية الدولية. ضيفكم المحترم يتحدث عن الشرعية الدولية، أتفق معه في ذلك، ولكن هل من الشرعية الدولية أن يصدر قرار عن مجلس الأمن ويتم رفضه من طرف النظام الجزائري، بل يوجه مذكرة الأمم المتحدة مستنكرا هذا القرار، بل ويرفض كذلك حضور. الله يخليك ما تقطعنيش، ليس لك حق المقاطعة، انتهي من كلمتي ولك أن تأخذ الكلمة. سأعود إليك بعد قليل سيد حسام حمزة. ندع السيد تاج الدين يكمل ثم سأعود إليك للتعقيب. هذه الفوضى في الحديث، يعني هذا ليست هناك فوضى، العدوانية المرفوضة. تمارس العدوانية حتى على قنوات التلفزيون ولا تريد أن تمارس. لا أبدا. نحن هنا لسنا في الأمم المتحدة، نحن في فرانس 24 والنقاش سيكون أهدأ بكثير. أرجوكما. أيوة، نرجو ذلك، نتمنى ذلك. أكيد. أنا أتحدث عن مفهوم الشرعية الدولية الذي يثيره ضيفكم، وما دام يتحدث عن ذلك كيف ترفض الجزائر أن تشارك في الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة في قرار مجلس الأمن، رغم أنها سبق أن شاركت في اجتماع أول سنة 2018 في جنيف، وشاركت بعد ذلك في السنة الموالية، ثم أشارت البيانات إلى أن الأمور تسير في خطوات جيدة للتوصل إلى اتفاق للسلام. لماذا إذن لحظة جلوس في هذه هذا سؤال وجيه، سأعود به للسيد حسام حمزة. السكان في مخيمات تندوف ضد على الشرعية الدولية. ردا على هذه الأسئلة. أي مفهوم تريدون أن تعطونا؟ ندع السيد حسام حمزة يرد على هذه الأسئلة قبل أن نذهب إلى السيد محمد ذويب في تونس. سيد حسام حمزة، قلت قبل قليل في تعقيبك أن الجزائر ليست طرفا في هذه المعضلة، لكن في الواقع ما نراه هو أنها طرف، لأنها تدعم جبهة البوليساريو والتلاسن. الحد عندما يقع بين المغرب والجزائر في أروقة الأمم المتحدة، ليس بين المغرب ودولة أخرى. شوفي، أولا سيدتي يجب أن نصحح شيئا ما. الجزائر ليست طرفا مباشرا في النزاع وفقا لقرارات الشرعية الدولية، قرارات مجلس الأمن أو قرارات الجمعية العامة، هو بين الصحراء الغربية والمغرب. وإلى غاية الآن الجمعية العامة والأمم المتحدة تتعامل مع الصحراء الغربية على أنها إقليم غير خاضع للحكم الذاتي. فهذا في حد ذاته يؤكد بأن الصراع هو بين المغرب
والصحراء الغربية. الجزائر دورها بالتأكيد هو أنها طرف متضرر. استمرار حالة النزاع بين المغرب والصحراء الغربية تؤدي دائما إلى تضرر الجزائر. فمن منطلق استراتيجي الجزائر من واجبها أن تتحرك وأن تحمي نفسها من أي انتكاسة قد تحصل في النزاع. كيف تتضرر الجزائر؟ كيف تقول بأنها متضررة؟ كيف؟ أكيد أنه عندك حالة من عدم الاستقرار على الحدود، هذا أكيد سيؤدي إلى حالة من اللا أمن، حالة من اللا استقرار. الجزائر مهددة دائما من تلك الناحية. ثم أكثر من ذلك، عندما نتحدث عن دعم الجزائر للصحراء الغربية هذا شيء يشرفنا بالعكس وليس شيئا يدعو ربما. هل نفهم من ذلك بأن الجزائر بالتالي وضعت نفسها متحدثا باسم جبهة البوليساريو؟ لا، الجزائر تتحدث بمبادئها ومبادئها تنطبق على حالة الصحراء الغربية، مثلما تحدثت سابقا ودافعت عن قضية تيمور الشرقية ومثلما تدافع عن القضية الفلسطينية، فإنها تعتمد وتتبنى الخطاب نفسه المتوائم والمنسجم مع الشرعية الدولية. أنا أعتقد بأن هذه الحدة في الخطاب المغربي لا يجب أن توجه للجزائر، بل يجب أن توجه إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، لأنه لو تم إخراج هذه القضية من كونها قضية تقرير مصير أكيد الجزائر ستستجيب لقرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن. الجزائر اليوم للأسف قد تكون اليوم الطرف الوحيد الذي بات يذكر الأمم المتحدة بمبادئها إزاء هذه القضية. وحتى وإن كان فيه بعض الدول التي اعترفت بالحل المغربي، ولكن يبقى الآن القضية مطروحة في الأمم المتحدة على أنها قضية تصفية استعمار. فبدل توجيه التهم للجزائر يجب أن توجه للمنظمة. على كل حال هناك اتهامات متبادلة. سأذهب إلى السيد محمد ذويب ربما للمضي قدما في هذا النقاش. هذه الاتهامات المتبادلة، التصعيد في النبرة في حدة الكلام وفي العدوانية حتى بين الطرفين، هل يعكس ربما اتساعا للهوة بين الجزائر والمغرب خاصة في ظل التطورات الأخيرة؟ ربما هذا هو بيت القصيد مع الأسف. أهلا بك، شكرا على الاستضافة، شكرا لك ولضيفيك الكريمين. بطبيعة الحال هي يبدو أن الوضع قد توتر أكثر بين البلدين الشقيقين، شقيقين لنفسهم أولا وشقيقين لبقية الدول العربية والمغاربية الأخرى بما فيها تونس. نحن في تونس نتمنى أن تزول كل هذه الإشكالات بين الدول العربية وخاصة بين الدول المغاربية. نحن نأسف لهذه الحالة من المشاكل، خاصة وأن العالم يشهد تكتلات كبيرة وأن العالم يقتضي مزيد التكتل أكثر ومزيد التعاون بين الدول، خاصة دول الجوار، خاصة بعدما أصاب العالم بعد كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أضرت بالجميع. بطبيعة الحال نحن نتمنى أن يذهب على الأقل الأخوة في البلدين الشقيقين الآن إلى تهدئة الأوضاع على الأقل من الناحية التكتيكية، ثم المرور فيما بعد إلى مصالحات أو إلى توافقات تنهي هذا الخلاف الذي أثر على المنطقة برمتها. ونحن كتونسيين قد تضررنا منه كثيرا، خاصة وأن كنا نحلم منذ عقود بتأسيس المغرب العربي. فحالة المغرب التي نعيشها تكلف جميع البلدان بما فيها الجزائر والمغرب. نتمنى أن تأتي الوساطات من هذا الجانب من ذاك، ونتمنى أن يسود خطاب أكثر يكون أرقى في اتجاه توحيد المواقف ثم إلغاء هذا الإشكال بصفة عامة في إطار الشرعية الدولية. وهذا ما نتمناه على الأقل في القريب العاجل لمصلحة الشعبين الشقين ولمصلحة تونس وليبيا وموريتانيا والدول المغاربية والعربية والإفريقية ولمصلحة العالم بصفة عامة. طيب، تكون هذه كلمة الختام بالنسبة لهذا الموضوع، وننتقل الآن للموضوع الثاني. لو سمحتم الأخت نورة بالنسبة لهذا الموضوع. نعم سريعا أرجوك سيد تاج الدين. أخت نورة يعني الوقت سريعا فقط أنبه وأتحدث الآن، وأرجو من ضيفكم مرة أخرى ألا يقاطعني، على الأقل أن يحترم هذا المجلس. 10 ثواني أكيد أنه يحترم أكيد. 10 ثواني نتمنى ذلك. أظن أنه بالنسبة للأسئلة التي طرحتها لم يجيب عليها إطلاقا وذهب إلى متاهات أخرى. أقول بكل من كلمات قصيرة أن ما يجري الآن في هذه المنطقة هو مؤامرة حقيقية ضد الاستقرار وضد الوحدة المغاربية وضد حقوق الشعوب. هل يعقل أن النظام الجزائري يغلق الحدود على المغرب منذ 1994؟ النظام الجزائري يرفض المرور الجوي للطائرات. طيب. قطع خط الغاز.
يعني يسير ضد طيب الوحدة سيد تاج الدين المغاربية. الحسيني مع الأسف كل هذه النقاط التي تطرحها تستدعي ردا من السيد حسام حمزة. هذا توجه كل هذه النقاط التي تطرحها كل هذه النقاط التي تطرحها تستدعي ردا من السيد حسام حمزة، ومع الأسف وقت البرنامج لا يسمح لرد من السيد حسام حمزة، ونريد أن يبقى النقاش متكافئا. يعني نحن هنا نريد العدل بينكما. فدعنا نمر إلى الموضوع الثاني.